شكون كان يصدق أنه صحن بسيط، صحن شوفان عادي، ينجم يكون هو المفتاح لقلب صحته خير؟ اليوم باش نكشفوا مع بعضنا على القوة الخارقة اللي مخبيها الشوفان. خلينا نبدأ طول بالتشبيه القوي هذا. الشوفان هو المكنسة اللي تنظف العروق من الكوليسترول. تعبير قوي بالحق، أما هو يوصف بالملي الدور اللي يلعبه الشوفان، وهذاك هو محور حديثنا اليوم. فكرة المكنسة هذه ممكن تكون مفاجئة للبعض، خاصة وأنه برشا ناس تربط الشوفان بحاجة أخرى تماما. خلينا نحكوا على الفكرة الشائعة هذه. في تونس مثلا، الفكرة السائدة عند برشا ناس هي أن الشوفان ماكلة للرياضيين والناس اللي تتبع في رجيم قاسي، لا أكثر ولا أقل. لكن الحقيقة أوسع وأعمق من هكا برشا. الشوفان هو في الواقع درع طبيعي للقلب في متناول الجميع باش يحميوا بصحتهم. السؤال هو كيفاش بالضبط الشوفان يقوم بالمهمة هذه؟ هوني تبدأ الحكاية الممتعة، العلم اللي وراه القوة الخارقة هذه لحماية القلب. المكون السري اسمه البيتا جلوكان، وبكل بساطة هو نوع خاص برشا من الألياف الطبيعية الموجودة في الشوفان، واللي يخدم كحاجز يمنع الكوليسترول الضار في الجسم. خلونا نتبع العملية خطوة بخطوة باش تفهموا. كل شي يبدأ وقت اللي ناكلوا الشوفان. هوني تصير العملية السحرية. البيتا جلوكان يتحول لمادة تشبه الجيل في البدن. الجيل هذا يمشي ويلصق في الكوليسترول الضار، وفي الآخر الجسم يتخلص منه. عملية بسيطة أما راهي فعالة بطريقة لا تصدق. أما فوائد الشوفان ما توقفش عند الكوليسترول بالعكس، هو يساهم في تحسين الصحة بصفة عامة بطرق أخرى مهمة برشا زادة. عنده زوز قوة إضافية مهمة. أولاً يخلي الواحد يحس بالشبع لمدة أطول، وهذا يعاون برشا في التحكم في الوزن. وثانياً يعاون على تنظيم سكر الدم، وهذا معناه طاقة مستقرة على طول النهار من غير تقلبات مفاجئة. طيب، بعد ما فهمنا الجانب العلمي، كيفاش نجموا ندخلوا الشوفان في ماكلتنا كل يوم بطرق تونسية بنينة ومبتكرة؟ نجموا نبداو بفطور صباح ملكي. تخيلوا صحن شوفان مع الحليب، وفوقه كعبات تمر دقلة النور مع رشة قرفة. يا سلام، بداية مثالية للنهار تجمع بين البنة والفائدة الكبيرة. وهذه فكرة ممكن تكون جديدة على برشا ناس. جربوا استعملوا الشوفان في شوربة الخضرة كبديل للسان العصفور أو الشعير. الحكاية هذه مش باش تخليها أخضر كاهو، لا، بل باش تزيد في قيمتها الغذائية برشا وتخليها تشبع أكثر. وبالنسبة لوجبة خفيفة وإلا تحلية صحية، علاش لا نحضروا بسكويت في الدار بالشوفان والزبيب؟ اختيار ممتاز وصحي للناس الكل، كبار وصغار. في النهاية، كل النصائح العملية هذه ترجعنا لفلسفة أساسية وبسيطة برشا: صحتنا تبدأ من الصحن متاعنا. الفكرة الأساسية بسيطة، لكن في نفس الوقت قوية برشا. الوعي باللي ناكله ماكلتي هو سر الراحة والصحة الباهية. تغييرات صغيرة وصحية في أطباقنا كل يوم نجم تعمل فرق كبير بالحق في حياتنا. وفي الختام يبقى السؤال مطروح: يا ترى شنو ما الطرق المختلفة اللي الناس تاكل بيها الشوفان؟ أكيد فما برشا وصفات خاصة وطرق مبتكرة. يا ريت لو نتشاركوا الأفكار هذه، هكيك الناس الكل تستفاد من بعضها.